5 حاجات يرفع حرارة العربية معاك مع تشغيل التكييف. لما تشغل التكييف عندك في العربية اتأكد ان مروحة التبريد عندك شغالة سرعتين، يعني السرعة الأولى اللي بتشتغل على 96 والسرعة الثانية اللي بتشتغل مع التكييف أو حرارة 105. رقم 2 لازم تنظف وتصين دورة التبريد كويس الراديتير، وتشيك على السربنتينة، وتنظف الترموستات وتراجع عليها، وتتأكد من تقليب ترمبة المية. رقم 3 لو الحرارة بترفع معاك بالذات على السرعات العالية اتأكد ان السربنتينة لو الريش بتاعتها مكتومة من جوه تبقى هي السبب. رقم 4 لو الموضوع حصل معاك بعد شحن التكييف بأمبرات او بعدادات ممكن يبقى فيه شحنة زيادة في العربية او في سدد في الدايرة، وكده الكمبريسور هو السبب الرئيسي في الحمل على المكنة لان الضغوط زيادة عليه او ازيد من اللازم. تراجع شحنة التكييف وراجع ضغوط. رقم 5 لو الموضوع بالاخص بيحصل معاك بالليل مع تشغيل النور العالي والاحمال، تأكد ان انت كده عندك مشكلة في كهربة العربية ولازم ترجع لكهربائي يأمن لك على الاراضي بتاع العداد واراضي العربية بالكامل، وامبير الحرارة هيظبط معاك كده العربية عندك ما بتسخنش ما تقلقش. وبكده يبقى عرفت اهم 5 اسباب ممكن يسخنوا عربيتك.